شفت ايه يا ست صبري؟ انا شفت الشهد واحنا نايمين، راحت شهد صممت اللي هي تاخدها من جنبي، وقمت دخلت الحمام، قلت البطه بنت عديني يا بطه عشان اخش الحمام. راحت بطه قامت قعدت على حالها عقبال ما تخش الحمام. المهم وانا راجعه لقيت شهد قامت وقفت قدام السرير، وكنا انا طلعت على السرير لقيتها واقفه شهد، رحت انا اتحركت اللي هي واقفه قدامي السرير، قلت لها طب اقعدي يا شهد. لقيتها مصممه اللي هي تاخد بطه تقوم تتمشى معاها. بطه قالت لها مرتين، قالت لها يا شهد انا عايزه انام. صممت لا يا بطوطه انت جايه تنامي، لا يا بطوطه انت جايه تنامي، امي تعالي تتمشى. رحت انا قلت لها خلاص يا بطه ما هي شهاده فوقتنا نقوم. لقيتها اخدتها وراحت تتمشى بيها. رحت انا قعدت بقى فين مع ستها بره. بعد ما قعدت مع ستها لقيت دخلت الاول لقيت ام محمود بتغسل لعبد الله الهدوم، وعبد الله كان بيستحمى. عبد الله كان بيستحمى. المهم خلاص قعدنا. بعد كده لقينا حماده جايب المكنه. بعدها بشويه لقيت امه بتقول له يا حماده هو انت وصلت اختك المدرسه؟ راح قال لها اه انا وصلتها المدرسه. شويه خلينا في طب اتفضل. ساعة اللحظة اللي هي طيب ماشي قول لي حضرتك. أنا مش عايز، أنا مش هروح هناك. طب ماشي حضرتك اسالني وانا واقفه. أنت ساعة الوفاة إيه اللي حصل؟ ساعة أو ساعة الوفاة موت بنتك إيه اللي حصل؟ لقيت شهد جاية عليا، بتعيط جامد، وقعدت تقول المواسير ونزل عليا دم. واحنا جوه كده في الحتة بتاعت بيتهم الصغير. خلاص لقيتها قاعدة بتعيط عيد جامد، قاعدة تقول المواسير نزلت عليا ودم عيد جامد رحت انا بقى طبطبت عليها وقلت لها ما تزعليش يا شهد. لقيت ستها قالت لها اقعدي بره في الشمس يا شهد وحطي الخده تحت منك وعشان برضه ماليش علاقة حضرتك انا طلعت فوق يعني حضرتك؟ أنت شفت إزاي؟ طلعت فوق بنتي لقيتها نايمه كده بالطول، كده وحاطه ايديها عامله ايديها كده، ولقيت الموبايل في ايديها، ولقيت ايديها الجنب الثاني فيها المرايه. يعني أنت كنت تحت؟ احنا كنا تحت. ودورت على بنتك ما لقيتهاش؟ ما لقيتش بنتي. لما انا دخلت الاول البيت اللي حصل أنا كنت رحت أنا وبنتي المرحومة طب اتفضل وانا واجب على فاطمة لزيارة لأهل خطيبها محمود. وقعدت يومين مش كده؟ لا هو اليوم واليوم اللي هو الثاني. ويوم الواقعة أنا بصيت على بنتي يا فاطمة ما لقيتهاش. ايوه قعدنا ندور عليها. ايوه وطلعت فوق في الدور الثاني لما محمود هو الاول. محمود ما انا قلت اما احكي لسعادتك اهو. لما لقيت ما طلعتش بنتي لقيت ام محمود، احكي بقى لحضرتك. لقيت ام محمود بتقول لي لما يجي واحد نادى على محمود، لقيت امه بتقول لي خشي يا ام خليل خبطي على محمود صحي، يقولوا له واحد بيندى عليك. ده مين بقى؟ ده انا ما اعرفش. المهم بخبط على محمود عشان صحي، اقول له خشي واحد بيندى عليك. راح هو قام طلع من الاوضه. رحت انا قلت اما اخش اشوف بنتي، لقيت حضرتك البطاطين ملفوفه اكن حد نايم. انا فكرت بنتي بطه نايمه. خلاص المهم طلعت كده ببص لقيت شهد بتدور، ولقيت ام محمود يا بطه يا بطه، ولقيت شهد بتقول يا بطه. المهم بقول يا محمود يا محمود، مفيش دقيقه لقيت محمود بيقول يا بطه يا بطه. مفيش ثواني بيقول لي نزل، لقيت بيقول لي اما بطه ماتت بطه ماتت. مفيش ثواني حضرتك. عرف منين اللي بطه ماتت في الدقيقه دي؟ المهم بقى لقيته بيعمل كده، وانا طلعت قلت له ازاي بطه ماتت ازاي بطه ماتت؟ بيقول لي ما حدش يقرب يجي جنبها لغايه ما يجي النيابه تحقق. رحت انا زقيته كده قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين هو ماشي حضرتك من ناحيه واجبه الباب قعد يعمل كده ما حدش يعني هي بنتك ماتت فوق ولا تحت؟ انا ما اعرفش هي ماتت فين. هو بقول لك حضرتك وهو عمل ايه؟ وانت فين؟ لقيتها فوق. انا ما كانت لقيتها فوق في الشقه. انا قعدت ادور وبعدين محمود طلع فوق في الشقه اللي فوق ونزل قال ان فاطمه ماتت. انا طلعت شفتها لقيتها ايه بقى؟ لقيتها نايمه على كده اهو في الخده، لقيت دماغها محطوطه على المخده، ولقيتها نايمه بالطول كده اهو. نايمه على بطنها ولا على ظهرها؟ لا على ظهرها. ولقيت ايدها اليمين فيها الموبايل مقفول عليه. لقيتها نايمه متمدده على المرتبه ولا على الارض؟ اللي هي مخده طويله كده رفيعه، بس دماغها هي اللي عليها لكن جسمها كله على الارض. على الارض. وايدها فيها ايدها اليمين فيها الموبايل، وايدي اللي جنبها فيها المرايه. المرايه وكان مش موبايل. لا مش مرايه صغيره كانت بتاعتها. ولقيتها متوفيه. ولقيت المؤاخذه الشبشب لابساه، ولقيت البندله والطرحه وعيني في دماغها. ولقيت وشها ده اكنه وارم، واكن فيه نقط زي دم كده. ولقيت وشها شكله وارم كانه فيه نقط دم. وسنها سنتها الاثنين دول اللي باينين اكن فيه نقطتين دم صغيرين. ده اللي انا شفته.
هل خرجت شهد هي ليلى والشهيره بشهد مع بنتك الاثنين مع بعض؟ طالعين الاثنين مع بعض. الوقت اللي استغرقوه في الرجوع او اللي حد فيهم رجع قد ايه؟ الشهد اجت بعدها بساعه كده او 3/4 ساعه، يعني بتاع ساعه. هل رجعت شهد اللي هي ليلى الشهيره بشهد، هل رجعت لوحدها ولا بنت كانت معاها؟ لا، لوحدها شهد. نص لا لسه نص لا لسه لا لسه 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 مين؟ لسه 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 طيب ماشي اسال. لما طلعت فوق وشفت بنتك المتوفيه رحمه الله عليها، هل شاهدتي اي اثار لطين او روث مواشي او اي حاجه على ملابسها؟ لا، انا ما شفتش حاجه لما حضرت وكيل النيابه ما حضرنا عنده وورينا على الموبايل بتاعه. هل شاهدتي طرحه ملفوفه حوالين رقبه ابنتك؟ لا، انا شفت البندانه وشفت الطرحه بتوعها واقعين ورا رقبتها وهي نايمه على الرجل. هل تعلمي انه كان في خلاف بين المرحومه وليلى الشهيره بشهد؟ ما يشكل مع بعض؟ لا، ما كانش كان في مشاكل ده أساساً؟ هي كانت بتغير بس على خالها محمود، وبطه كانت بتزعل وتتضايق من كده. كانت على طول كل ما يبقى محمود عندنا شهد على طول هي اللي بتقعد ترن عليه. بطه بنتي كانت لان ورد تحقيقات النيابه العامه اللي هي قالت ان كان في مشاكل ما بين ليلى الشهيره بشهد وبنت حضرتك وحصلت اكتر من مشكله. سؤال اخيره مع المستشار. ما سبب الخلاف بين محمود وفاطمه عندما ذهب معا لشراء السحور ليله حدوث الواقعه؟ لا، انا ما اعرفش بقى لما هو جه وحاول يعتذر لها ويتاسف لها والوقوف هو على دماغها، دخل صالحها وقال لها ما تزعلش في حقك على بس انت كنت تعرف سبب المشاكل دي ولا ما تعرفش؟ بس اخر سؤال معلش، اخر سؤال بعد اذنك، اخر سؤال. بص حضرتك، انت دلوقتي لما جت المباحث وخدت كل الموجودين في البيت كنت موجوده؟ لما جت المباحث خدت مين؟ اخدتنا كلنا كلكم بما فيهم دعاء؟ لا، ودعاء كانت معانا، ما فيش بس الا ابو شهد. يعني الكل اتاخد. مفيش إلا الواقعه أبو كانت يوم شهد. كام؟ يوم الوفاه. ايوه. يعني معنى كده مع المشار، معنى كده ان المتهمه كانت من يوم 22 موجوده في حوزه المباحث. محتاجه ابو شهد هو اللي كان مع ابو خليل واقفين تحت البيت. يعني كلكم اتخذتوا كله راح بما فيهم دعاء المتهم. لسه في سؤال يا معالي الرئيس. هناك عدة أشخاص قالوا لحضرتك بنفس النص كده ما تتهميش حد وقولي إن البنت منتحرة أو دي لا، موتة الكلام ده طبيعية. مش معايا انا، قالوا لمين؟ ده قال لابوها مش ليا، محدش قال لي انا الكلام ده. تعرفي اسم الأشخاص دول؟ لا، ابو خليل قال نجلاء اللي قالت لي. نجلاء دي اللي هي والدة شهد. هي والدة شهد. زي الفل. ما تتفضلوا يا استاذ